سلام شيرات، اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي عبارة عن غاتو بريستيج بذوق كريمة الزبدة بالشوكولي والشوكولا تارتيني. تابعوا معنا. كما كتلاحظي حطيت سلحتي وقعدت نخمم باش نخدم هاد الطلبية اللي هي عبارة عن طلبية تاع نفاس. هنا اخوتي الكريمات، قلت نخدم معايا غاتو بريستيج بذوق كريمة الزبدة والشوكولا تارتيني. هنا حطيت المقادير. عندنا هنايا 500 غرام تاع زبدة، زبدة فلوريال. مهم تكون هنا الزبدة طرية. عندي كاس تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي خشن. لق هنايا الاخت الكريمه تحمصي الكاوكاو تاعك مليح او تقليه. عندي هنايا نص كاس تاع كوبريت بذوق الشوكولا. كما كتلاحظي غير فتتاه ما ودوك في العجينه يروح لنا ما يقعدش. زدت هنا الاخوات الكريمات ننصحكم بانكم تحمصي مليح الكاوكاو. عندي هنا 2 حبات بيض، 2 تاع باكي تاع ليفور. عندنا ملعقه متوسطه شوكولي. عندنا كاس تاع سكر. بطبيعه الحال 4 ملاعق تاع كاكاو والفرينه باش نلمو. هنايا حطيت الزبده، مهم تكون طريه بطبيعه الحال. حطيت كاس السكر راني نغربل فيهم. عندي 3 ملاعق تاع كاكاو يكون بني نوعيه ممتازه. غادي نغربلو مليح مليح. وليك اختي الكريمه هنا ننصحك باللي تغربلي النواشف تاوعك، ليك تغربليهم ما يقعدوش هادوك ترسبات ولا كاش حاجه تشدها الصبايه. هنايا غادي نزيدو الكوفريت. هنايا عندي نص كاس كوفريت، هنايا غير دشته ما بغيتش نرحيه مليح. عندي هنايا الكاوكاو يكون محمص ومرحي خشن. عندي هنايا ملعقه متوسطه من الشوكولي. بطبيعه الحال هنايا نبدا نخلط كل المزيج، نخلطه مع رحبه باش تكون هنايا نتحصل على واحد المزيج يكون كريمي. هنا اختي الكريمه ديما انا نستعمل الاصابع هنا باش تكون عندنا شغل اللي ديك هي واصابعك هما الفوي. هنا تخلطي زدت زدت هنا 2 حبات بيض وخلطت مليح مليح باش ندمج معايا كاع المقادير. هنا اختي الكريمه غادي نبدا نزيد في الفرينه. هنا اختي الكريمه، ننصحك باش تجربي هذا الكاطو. نقولك باللي غادي تحصلي على واحد العجينه بنينه وهشيشه وكما نقولك شابه بزاف. هنا غادي اختي الكريمه غادي نزيد الفرينه على الدفعات. كل خطره نزيد شويه فرينه ونزيد هذاك 2 باكي تاع الخميره الحلوى. نغربل كل شيء مع رحبه. هنا ننصحك تاني اختي الكريمه انك ما تزيديش الفرينه دفعه واحده، تقعد تزيدي فيها غير بشويه. لخاطرش هنا عندنا النواشف. سبق وين حطيت مع الدهان مع الزبده حطيت كاس تاع كاوكاو وزدت نص كاس تاع غوفريت وزدت الكاكاو. يعني هنا النواشف راهم بزاف. يعني هنا تولي غير تضيفي بشويه بشويه تتحصلي على عجينه تكون طريه ياك ما تكونش ناشفه معاك، باش تاني ما تغلبكش كما حنا نقولوا ما تغبنكش من تقعدي تحلي فيها. لا ديما نستعمل الاصابع باش تلمي عجينتك. نلموها مليح ونروحوا ان شاء الله باش نزيدو هنا تاني شويه. دروك خصتني الفرينه حتى شويه طريه، زدت الفرينه. هنا الليق الاخت الكريمه الليق تهوي الفرينه تاعك باش تستعمليها مع الخليط. نلمو هنا العجينه. انا تحصلنا على عجينه كالعاده متماسكه وطريه. هنا ننصح اختي الكريمه باش يكون عندك نوعيه الكاكاو تكون مليحه باش تخرج العجينه بنيه. هنايا نروحو باش نحلوها ونطبعوها. اختي الكريمه هنايا انا طبعتها، حليتها وطبعتها واستعملت هذا الطابع الدائري. نتيا تقدري تستعملي اي طابع عندك اي تزيين عندك. رشيت الصينيه وغادي نستب كاع كاطويه في هذه الصينيه وندخله هذا الكاطو اللي يكون الفرن مسبق، يعني سخنته مسبقا ويكون درجه الحراره متوسطه.
نروح هنايا باش نخدم معكم كريمة الزبدة بذوق الشوكولي. دائما أخواتي الكريمات تكون عندنا الزبدة هي نفسها نفس السكر، يعني تكون كمية السكر تساوي كمية الزبدة. عندنا تاني هنا كاس ماء، وعندي هنا واحد 3 ملاعق إلى 4 ملاعق من الشوكولي. أختي الكريمة هنا نفهمك، إذا كانت عندك هنا كمية كبيرة اللي غيكون كمية السكر والزبدة تكون كبيرة، يعني أنا هنا استعملت 700 غرام قابلتها ب700 غرام تاع سكر، وكاس تاع ماء كبير 4 ملاعق. انتيا إذا هنايا كانت عندك كمية قليلة غادي تستعملي 200 غرام تاع زبدة قابلها 200 غرام تاع سكر، وكذلك تستعملي 4 ملاعق صغار تاع أنا هنا استعملت ملعقة كبيرة، تي هنا تروحي تستعملي الملعقة الصغيرة، ديري 4 ملاعق مع نص كاس تاع الماء. هنا أختي الكريمة كما كتلاحظي راني نزيد في الشوكولي للماء باش ندوبها باش نستعملها مع الزبدة والسكر. هنا أختي الكريمة راني نحوس على تكون عندي كأس من الشوكولي قاطع، يعني كيما النسكافيه من نديروها مركزة، يعني تكون عندنا مركزة. خلطوا مليح مليح. هنا أخواتي للأمانة زعاود زدت مغرب الرابعة وبومبي باش زدتها للكاس تاع الماء ولا الشوكولي. هنايا نروحو نطلعو السكر والزبدة نطلعوه في البيترا. تي هنا اختي الكريمه ما تتقيديش باش تقولي نخدم كيما كيفها، روحي جيبي بيت يعني فوي الكهربائي تاعك، ضرب الكهربائي تاعك وطلعي الكريمه تاعك. هنا الاختي الكريمه اللي باش تطلعي الكريمه تكوني ملتزمه بقواعد، يعني انك طلعي الخطره الاولى على كما حنا نقولوا سرعه منخفضه وتزيدي في السرعه. هذا الاولى. الزوجه انك تكون الزبده عندك تتبدل، تكون صفراء تتبدل تولي بيضاء كما كتلاحظي في الفوي اللي راها مقابلاتك. هنايا للامانه راني تشوفي فيا راني زدت الملعقه الرابعه تاع الشوكولي. هنا تاني ذوق الشوكولي يعطي بنه مليحه في الكاطو، جربيها اختي الكريمه وردي لي الخبر. نخلطو جيدا باش تذوب ونبدو نزيدوها للخليط. هنايا راه ابيض كما كتلاحظي راه ابيض، نعاودو نزيدو نطلعوه جيدا ونبدو نزيدو في الكاس تاع الشوكولي غير بشويه. هنا راني كما كتلاحظي راني راها السرعه منخفضه، لاخاطرش علاه دوك نبدا نزيد فاش الكاس تاع الشوكولي باغي ما يقعدش يزعط عليا. كيما راني قربت لك الصوره دوك تلاحظي معايا نقدروا نزيدو غير بشويه بشويه حتى هنايا غادي تلاحظي ان الزبده بدات تتفركت. اي هنا تقعدي تزيدي بشويه 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 تبدا هي ثاني تطلع، يقعد يتكاتف المزيج. هنايا تبدي ثاني الاطراف تدخليهم في وسط الزبده كما كتلاحظي باش تحصلي على كتله واحده، وهنا تتحصلي على كريمه تكون واقفه وتكون خرجت معاك، يعني تنجحي فيها كما كتلاحظي. هنا اختي الكريمه راني خرجت الكاطو تاعي ودا اللون الذهبي وراه بارد معايا. دخلت انايا الكريمه درتها في لابوش، ودرت تاني بوش الزوجه درتها في فيها شوكولا طاختيني ب يعني وجدان. هنا كما كتلاحظي راني ندير خليت يعني في الوسط باش ندير الشوكولا طاختيني كما يعني الصوره راها واضحه. هنايا نبدا نضغط على الحبه تاع الكاطو ونخرج هذاك السائل تاع الزبده، يعني كريمه الزبده عفوا. هنايا اخواتي الكريمات الامانه دخلتها مده 10 دقائق باش دوك نقعد نزين فيها. كما كتلاحظي دوبت كيلو تاع شوكولا بشوكولا بالحليب وزدت لها 5 ملاعق تاع زيت. هنا اخواتي الكريمات غادي نقعد نكلاصي في الكاطو تاعي بهاد الشوكولا. هنا للامانه اخواتي الكريمات نحذف لي مقطع من الفيديو واللي هو الاخير هو تاع التزيين. هنا فهم اختي ان من يشف معك الكاطو تحكمي مصفات وترشي على الكاطو بالكاكاو، ديري في المصفات الكاكاو تكون نوعيه ممتازه، ومن بعد تجيبي الناكري تخلطي فيه شويه تاع ماء يعني تاعه
وترشي بالفرشاة الأسنان، ترشي عليه على الكاطو وديري الموتيف أختي الكريمة اللي بغيتيه، بغيتي تاع شوكولا، بغيتي بعجينة السكر. دوك تشوفي معايا في النهاية التزيين. اخواتي غادي نوعدكم باللي غادي نعاود نصور معكم فيديو توضيحي لهذا الكاطو. لا اخواتي الكريمات، غادي ان شاء الله جربي هذه الوصفه وتنجحي فيها، نطلب من الاخوات انهم يدعموني ويبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء واحبابكم. ان شاء الله تنجحوا في هذه الوصفه، ونقول لكم ان شاء الله في وصفه ان شاء الله قادمه وتكون جديده وتستفادوا منها. وان شاء الله نقول لكم اخواتي الكريمات مع السلامه ودمتم في رعايه الله.